رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. لو بتدوري على عزومة رمضان كاملة تنجح معاكي من غير ما تكوني مضغوطة، الفيديو ده ليكي. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة المطاعم. كفتة كده طعمها تحفة جدا. وهنعمل مع بعض كمان رز معمر فلاحي كريمي. وهنعمل رز بسمتي مفلفل حباية بحباية. وهنعمل كمان شوية شوربة تفتح النفس. هقولك على كل الأسرار اللي بتفرق في الطعم والقوام. المقادير مظبوطة من أول مرة. خليكي معايا للآخر علشان تشوفي أهم تركة في الرز المعمر اللي مش هتلاقيها في أي حتة تانية. لو عجبك الفيديو ياريت ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب تشجيعك ليا. ويلا بينا نبدأ ونشوف عملناه ازاي. اول حاجة انا عايزة بصلاية كبيرة، ودي انا بشراها بالمبشرة مش ضربها في الكبة، مبشورة ناعم. حطيت عليهم شوية جنزبيل، تقريبا ربع معلقة جنزبيل، ومعلقة صغيرة حبهان ورق لورا بودرة. وحطيت كمان فلفل اسود، وبشرت عليها مكعب مرق الدجاج ولو مش عايزاه استبعديه. وحطيت دي بهارات او السبع بهارات، بتبقى طعمها حلو جدا في الكفتة. حطيت معلقة صغيرة من السبع بهارات. هحط شوية كمان قرفة صغيرين جدا، ولو مش بتحبي طعم القرفة فيها استبعديها، بس سنة القرفة دي بتفرق جدا في الطعم. بشرت معاهم كمان جوز الطيب، ولو ما بتحبيهاش استبعديها، بس هي فعلا بتفرق في الطعم جدا مع الكفتة. وحطيت الملح ده تقريبا مقدار لكيلو لحمة مفروم، ولازم اللحمة المفرومة تكون دسمة معايا شوية. حطيت كمان معلقتين بقسماط، وما تحطيش اكتر من كده، يا بقسماط يا ردة. بتدي برضو طعم حلو وبتدي طراوة كده للكفتة. قلبتهم مع بعض وسمغتها مع بعضها كويس جدا جدا. انا بحب احطها في صينية فيها معلقة سمنة، ومعلقة سمنة حلوة كده. هنبتدي بقى نصبع الكفتة. انا بصبع الكفتة على الايد بتاعة المعلقة الخشب بتاعة المطبخ، ايديها كده ليها بوز رفيع، فانا بحب اصبعها عليها. دي معلقة خشب من بتاعة المطبخ. طب انت لو ما عندكيش ممكن الفاكيوم بتاع الشيش عادي، هينفع جدا ويبقى حلو. امسكي اتنين في ايدك كده واعمليها وصبعيها بيها. اهم حاجة ان الكفتة معاكي لازم تسمغيها، تمسكيها بايدك كده، تدعكيها كويس في ايدك علشان لما تيجي تحطيها في السيخ تمسك وتبقى ماسكة نفسها، وما يكونش فيها اي فتحات خالص. همسك حتة اللحمة، امسكها في ايدي كده، ادلكها في ايدي كده شوية، وهحطها في العصاية، وهحاول برضو افردها كويس جدا، مش هخلي فيها اي تشققات او اي حاجات مفتحة فيها. هقفلها كويس جدا. ولازم اللحمة بتاعتي برضو يكون فيها نسبة دهون كبيرة شوية، يعني ما ينفعش تبقى اللحمة حمرا خالص. الكفتة بتاعتك هتبقى ناشفة. بس هنفردها كويس كده في العصاية، شايفة ماسكة نفسها خالص. تفرديها كويس هتمسك نفسها. هنرصها بقى في الصينية جنب بعضها لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك. هاخدها على البوتاجاز على نار هادية جدا شوية، بس الصينية تسخن كده والكفتة تبتدي تنزل المية بتاعتها. في الوقت ده انا محمية الفرن على اعلى درجة حرارة. اول ما الاقيها الصينيه سخنت كده وابتدت تنزل ميتها، هدخلها في الفرن. هطلعها في النص كده بعد ربع ساعه تقريبا، اهزها هزتين كده، افرق يعني ان هي بتبقى ماسكه في بعض. اهزها هزتين عشان تفك من بعضها شويه. هنعمل بقى شوربه اللسان العصفور. دي شويه لسان عصفور حطيتهم في معلقه سمنه، وهقلب اللسان عصفور لحد ما ياخد اللون الذهبي. معلقة سمنة صغيرة، ويفضل طبعا ان هي تكون سمنة بلدي لانها اصح كتير من السمنة المهدرجة. هقلبها لحد ما تاخد اللون الذهبي. واول ما تاخد اللون الذهبي هنزل عليها على طول بالشوربة. وانا الشوربات اللي بتتبقى عندي بصراحة انا مش برميها خالص، انا بصفيها وبحطها في برطمانات عندي في التلاجة، او تحطيها في الريزر. بتستعليها عوزة وبتبقي ساعات محتاجينها. كنت محتاجاها النهاردة عشان أعمل شوربة لسان عصفور، وطلعتها من التلاجة ونفعتني، لأن مش عاملة لحوم النهاردة بالشوربة، مش سلقة لحمة ولا فراخ، فأنا كنت محتاجة عشان الشوربة. وطلعت البرطمان من التلاجة وحطيته، مش مشكلة خالص، ساقع مش مشكلة. وهزود بقى الباقي شوية مية، وهحط نص مكعب مرق، ولو مش حباه استبعديه. كل اللي بحطه على البتاع شوية مية، وهحط شوية جنزبيل صغيرين، وشوية حبهان ورق لورا صغيرين، ورشة فلفل
اسود بايدك كده، حاجات بسيطة صغيرة. وهحط كمان نص مكعب مرق هحطه عليها. هقلبهم وهسيبهم على النار. ده حبهان ورق لورا بودرة، وحطيت نص مكعب المرق. هحط كمان رشة فلفل اسود، حاجات صغيرة كده، رشات صغيرة. وهقلب وهغطي وهسيبها اول ما تغلي كده، تغلي غلوتين على نار هادية. وهقفل عليه، وانا بحبه ان هو يتشرب من غير ما اكون حطاه على النار. بسيبه يغلي واقوم قافلاه كويس وسايباه يتشرب براحته. نيجي بقى للكينج، الرز المعمر، احلى حاجة في الدنيا. انا بدل عاملة رز بسمتي لازم اعمل رز معمر، لان انا ماما ما بتحبش الرز البسمتي. ده رز نقعته 10 دقايق، خدته غسلته وسبته فيه شقشاية مية صغيرة كده. نزلت عليه مكعبان زبدة، معلقة سمنة، معلقة ملح، ورشة فلفل اسود. يبقى كل اللي حطيته مع مكعبين زبدة، معلقة سمنة بلدي، شوية ملح وشوية فلفل وشوية مية صغيرة. دي كوباية رز بتاخد 3 كوبايات لبن. كوباية الرز بتاخد 3 كوبايات لبن عشان يطلع معاكي كريمي ودايب كده وتحفة. هديله تقليبة. وفاضل مكون واحد ما حطيناهوش، واهم مكون القشطة. دي معلقة كبيرة قشطة. انا كل ده على البارد لسه ما حطيتوش على النار. يبقى الرز عليه 3 كوبايات لبن، مكعبين زبدة صفرة، معلقة سمنة بلدي كده حلوة، وحطيت معلقة قشطة كبيرة. والرز المعمر بيحب الدسامة، كل ما تديله دسامة كل ما يديكي طعم كريمي واحلى كتير. بس هاخده بس اديله غلوة صغيرة على النار، واول ما يغلي هدخله الفرن. نعمل بقى الرز البسمتي. هعمله النهاردة خفيف من غير بصل. حطيت معلقة سمنة بلدي كده على النار. هحط شوية زيت كمان صغيرين عشان يفلفل معايا الرز كده ويبقى مبدور بالحباية. هحط عليهم بقى 2 لومي اللي هو الليمون المجفف، كام واحدة من المسمار اللي هو القرنفل، وهحط كمان عود قرفة، وهحط ورقتين لورا، والتلات 4 فصوص حبهان. وهحمص الكلام ده مع شوية الزيت، اخلي التوابل تدي ريحة وطعم كده للزيت وتشم ريحتهم كده. هحط كمان رشة فلفل اسود، وبرضو بحب احمصه مع الكلام ده. يا سلام بقى لو في شوية جنزبيل، بس الجنزبيل عندي كان خلص. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. يبقى كل اللي انا حطيته شوية التوابل اللي انا حطيتهم دول. هقلبهم مع بعض كويس. واول ما اشم ريحتهم والتوابل دي تتحمص في معلقه السمنه دي، هقوم نازله بالشوربه. ويستحسن يكون شوربه، الشوربه بتدي طعم تحفه جدا للرز، اذا كان رز بسمتي او رز مصري. هسيب احط وهزود الباقي ميه لان دي الكميه دي مش هتكفي. وهنزل بقى بنص معلقه كركم، ونص معلقه اللي هو بودره الزعفران. يبقى نص معلقة كركم ونص معلقة بودرة الزعفران. وانا بحب اعزز طعم القرفة بربع معلقة قرفة. اول ما تبتدي تغلي المية دي، هقوم نازلة بكمية الرز اللي عندك وتقلبيهم تقليبة حلوة كده، وتظبطي الحدق بتاعهم وتغطي وتسيبيها تستوي براحتها. طبعا هنحط الملح، هنحطي شوية ملح على حسب الحدق اللي انت بتظبطيه. كده استني غطيته. اول ما ابتدى يتشرب معايا ويدخن كده، وطيت عليه النار وسبته يستوي براحته. السفرة معايا هنا سفرة كاملة متكاملة، حاجة كده طعمها تحفة جدا. كمان عملت طبق سلطة، كانت الكفتة طرية جدا وطعمها حلو قوي. جربوا الطريقة دي هيعجبكم. الرز المعمر كان كريمي، كريمي جدا. ما اعمليه ما تخافيش، سهل جدا وبسيط وطعمه حكاية. وكمان الرز البسمتي كان بيتبدر بالحباية، وكان طعم الشوربة باين فيه، كان طعمه حلو. والشوربة دي حاجة كده تفتح النفس. والمخلل دي كل ده احنا عاملينه في البيت، وجبة سهلة وبسيطة شيك جدا في العزومات. جربي الطريقة ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في اللايك والسبسكرايب، تشجيعك ليا. شكرا على وقتكم، وجودكم معايا بيفرق كتير. مع السلامة.